موضوع النهاردة مهم جدا وعايزة كل البنات تشوف الفيديو ده لأنه هتكلم عن حاجة لازم تكون موجودة عند أي بنت ناجحة، وهي الجاذبية الأنثوية. الجاذبية الأنثوية هي مش حاجة ثابتة أو حاجة مرتبطة بالمظهر الخارجي وبس، دي حالة متكاملة بتبدأ من جوه وبتظهر في كل تفاصيلك، سواء في شخصيتك، طريقتك في الكلام، أو حتى الطريقة اللي بتقدمي نفسك بيها. الجاذبية دي حاجة موجودة جوه كل واحدة فينا، لكن الفرق إن في ناس بتعرف ازاي تبرزها وتخليها طاغية، وناس بتعيش حياتها من غير ما تكتشفها. النهاردة هنتكلم عن كل حاجة تخليكي جذابة أكتر، مش بس قدام الناس لكن كمان قدام نفسك، لأنك لو شايفة نفسك جذابة الناس كمان هتشوفك كده. أول وأهم نقطة في رحلتك للجاذبية هي الثقة بالنفس. الثقة هي أساس كل حاجة، لو مش واثقة في نفسك مفيش لبس أو مكياج في العالم هيقدر يعوض غياب الثقة دي. الثقة بتبان في نظرتك، في وقفتك، في كل كلمة بتقوليها. عشان كده أول خطوة هي إنك تشتغلي على ثقتك بنفسك، وده بيبدأ من إنك تعرفي قيمتك كويس جدا. انت شخص فريد، مفيش حد في الدنيا كلها زيك، وكل واحدة فينا عندها حاجات بتميزها. عارفة الحاجات اللي بتحسي إنها عيوب؟ بدل ما تفضلي تركزي فيها وتزعلي منها، فكري ازاي ممكن تحسنيها لو تقدري. لو لأ، اقبليها وحبي نفسك زي ما انت. طول ما انت بتقارني نفسك بالناس عمرك ما هتحسي انك كفاية. ركزي على نفسك وعلى مميزاتك واشتغلي على تحسين نقاط ضعفك من غير جلد ذات. الثقة بالنفس مش مجرد كلام، هي كمان طريقة حياة. عشان توصلي للثقة دي لازم تهتمي بصحتك النفسية. محدش يقدر يكون جذاب وهو مضغوط أو مكتئب. لازم تدخلي عادات يومية تهديكي وتخليكي مرتاحة، زي التأمل أو القراءة أو حتى المشي في مكان هادي، ممكن يفرقوا جدا. كمان مهم تبعدي عن الناس السلبية اللي بيسحبوا طاقتك وبيقللوا من معنويتك. خلي دايما حواليكي ناس بتدعمك وبتشجعك على إنك تكوني أفضل. تعالي بقى نتكلم عن المظهر الخارجي، ودي أهم نقطة. خليني أقولك إن الجمال مش في الشكل المثالي، الجمال في التناسق، في البساطة، وفي إنك تكوني مرتاحة في مظهرك. اللبس مثلا ليه دور كبير جدا، مفيش حاجة اسمها لبس موضة يناسب كل الناس. اللبس اللي يناسب جسمك هو اللي بيبرز جمالك وبيخليكي متألقة. طب مثلا انت هتقولي لي انا ما بعرفش البس كويس، ما بعرفش يكون عندي تناسق ان انا البس دي مع دي. دي حاجة سهلة جدا، ممكن تستشيري مثلا حد قريب منك. كمان الذكاء الاصطناعي دلوقتي ممكن يساعدك على ده، ممكن تجربي تلبسي ده على ده، وفي ابلكيشنز كمان ممكن تساعدك على ده دلوقتي. الموضوع بقى اسهل كتير عن زمان، بس اهم حاجة انك تبدأي. كمان عشان تتعودي على مظهرك المرتب دايما، ابدأي بالأيام اللي مفيهاش حاجة مهمة عندك. اهتمام بالتفاصيل الصغيرة زي نظافة هدومك، ترتيب شعرك، وحتى الإكسسوارات اللي بتختاريها بيخليكي عندك انطباع قوي وشخصية جذابة جدا. ندخل بقى على الشعر. لو انت طبعا مش محجبة، الشعر بقى من الحاجات اللي دايما بتلفت النظر. الشعر الصحي اللامع بيعكس قد ايه انت مهتمة بنفسك. اهتمي بشعرك باستخدام زيوت طبيعية زي مثلا زيت الأرجان أو زيت جوز الهند، واعرفي نوع شعرك واستخدمي المنتجات اللي تناسبك. كمان لو عندك مشاكل زي التساقط أو الجفاف، ما تعمليش في الحاجات دي أبدا، وياريت تروحي تستشيري دكتور، لأن معروف دايما إن الشعر هو تاج المرأة وهو أكتر حاجة بتزيد من جاذبيتك. أما انت بقى لو محجبة فلازم يكون لون الحجاب مناسب جدا مع اللبس. يعني مثلا ما ينفعش تبقي لابسة مثلا تيشيرت أو بلوزة حمراء تكوني لابسة طرحة لونها أصفر، لازم تكوني دايما متناسقة في ألوانك، لأن دي أكتر حاجة بتجذب الناس ليكي. وكمان أي حد هيشوفك هيكون مرتاح وهو شايف ألوان معينة، وخصوصا لو رايح مثلا زي اجتماع أو مكان مهم، لازم دايما تلبسي الألوان اللي هي الهادية زي الأسود، الألوان اللي هي دايما تبقي مش محتارة فيها. بما إننا بقى لسه بنتكلم عن المظهر، لازم ما ننساش البشرة. البشرة الصحية النضرة هي أول حاجة بتلفت النظر لأي حد. حافظي دايما على روتين بسيط زي غسول بيناسب بشرتك، مرطب يومي، وواقي من الشمس، وقشري بشرتك في الأسبوع مرة عشان تتخلصي من الجلد الميت وتبيني دايما بمظهر منعش كمان. وأهم حاجة شرب المية، لأنه كمان بيفرق في ترطيب بشرتك وبيدي نضارة كويسة جدا. ندخل بقى على الريحة. أنا عارفة إن الريحة للست دي ممكن تكون مش محببة أوي، بس خلينا نقول إن إحنا ممكن نكون نهتم بالديودرنت اللي بنحطه، ممكن نهتم بالنظافة الشخصية أهم حاجة، ولازم تكون مناطق معينة طول الوقت نظيفة عشان دايما تبقى ريحتك جذابة وتبقى ريحتك نظيفة، لأن دي ممكن أكتر حاجة تخلي الناس تنفر منك. نيجي بقى للغة الجسد، وهي واحدة من أكتر الحاجات اللي بتأثر في الناس من غير ما تاخدي بالك. وقفتك المستقيمة والماشية وانت واثقة من نفسك بيعكسوا قوتك وجاذبيتك. خلي ظهرك دايما مستقيم وامشي بخطوات ثابتة من غير استعجال. كمان خلي عندك وعي بحركات ايدك ووشك، لأن الحركات دي بتوصل رسائل للناس
أكتر من كلام. طبعا طريقة كلامك وصوتك ليهم تأثير كبير. الصوت الهادي والواثق بيخلي اللي حواليك يرتاحوا معاكي، والعكس صحيح. اختاري دايما كلامك بعناية، وابعدي عن العصبية أو الصوت العالي، لأن دايما الأنثى الشيك أو الأنثى الجذابة هي اللي صوتها واطي وكمان هادية. وكمان لازم تكوني طول الوقت مبتسمة. أنا عارفة إن ممكن يكون ساعات الحياة مبتكونش مناسبة إن احنا طول الوقت نعرف نبتسم أو نكون في مود كويس. الابتسامة مش بس بتعبر عن جمالك، انت كمان كده بتوصلي طاقة إيجابية للناس اللي حواليك حتى في المواقف الصعبة. الابتسامة بتكون علامة على قوتك وثقتك في نفسك. وأخيرا بقى الاهتمام بنفسك من جوه. الرياضة مش بس بتساعدك تحافظي على جسمك، لكنها كمان بتحسن حالتك النفسية وبتخليكي أكتر نشاط وحيوية. مش لازم مثلا تروحي جيم أو تروحي مكان واو قوي عشان تعرفي تهتمي بده. انت ممكن مثلا تعملي تمرينات في البيت، ممكن تنزلي ابلكيشنز كتير دلوقتي بقت تخليكي تمرني مثلا في وقت معين وعدد مرات معينة في البيت. فانت برضو مش محتاجة مثلا فلوس أو محتاجة حاجات كتيرة عشان تبتدي تهتمي بصحتك الجسدية، لأنها كمان بتفرق في نفسيتك. وأهم حاجة بقى هي الصبر، لأن الجاذبية مش حاجة بتحصل في يوم وليلة، هي رحلة مستمرة بتحسني فيها نفسك يوم عن يوم. خدي دايما خطوات بسيطة وبطيئة وثابتة، وافتكري دايما إنك تستحقي تكوني النسخة الأفضل من نفسك. خليكي فخورة بنفسك لأنك مميزة زي ما انت.